ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بوصفه خطيره جدا، طاجن المكرونه بالسجق. عايزه اقول لكم يا جماعه طعم حكايه، بجد بجد. الف هنا وشفا على حبايبنا اللي هيدوقوه، الف هنا وشفا على قلوبكم. طعم تحفه، من ألذ الطواجن اللي تقدري تعمليها بكل سهوله، اقتصادي. اقول لكم بقى على خطوات الطاجن الخطير دوت، بكل اسراره وتكاته، زي المحلات واحلى بكتير. يلا بقى نضرب اللايك الخطير والشير الجميل وتعليقكم اللي بستناه، ونبدأ وصفتنا التحفة ديت. يلا بينا. المقادير معانا ان شاء الله سهلة وبسيطة. معايا نص كيلو من المكرونة القلم الحجم الصغير ده، في قلم كبير وفي قلم صغير. نص كيلو من المكرونة القلم، ومعايا حوالي نص كيلو من السجق الشرقي، انا مقطعاه كده يعني الواحدة اتنين. تمام. ومعايا شوية فلفل، ومعايا بصلتين كبار مفرومين، ومعايا حوالي كيلو من الطماطم معصورة، ومعايا معلقتين صلصة، ومعايا خلطة. الخلطة دي عبارة عن توم وفلفل، انا خلطهم مع بعض، توم وفلفل سبايسي. تمام. هقول لكم هنعمل ايه بالخلطه دي، كويسه جدا في الاكل. وبعد كده البهارات بتاعتنا هتبقى عباره عن فلفل، كزبره وكمون، بهارات لحمه، بابريكا، ملح. تمام. نقول تاني المقادير حبايبي: نص كيلو من المكرونة أي نوع تفضليه، نص كيلو من السجق الشرقي، شوية فلفل، بصلتين مفرومين، معلقتين كبار من صلصة الطماطم، لتر صلصة طماطم أو كيلو طماطم معصورة، خلطة كده عاملاها عبارة عن توم وقرن فلفل سبايسي، الاتنين مع بعض كده بيدوا تست عالي قوي في الأكل. هيبقى معايا بهارات ملح وفلفل، كمون وكزبرة، شوية بهارات لحمة وبابريكا. حلتين على النار، حله هظبط فيها السجق بتاعي، والحله التانية هعمل لكم شويه صلصه حكايه. هبدا انزل كده السجق بتاعي، هشوحه كده تشويحه. اي سجق شرقي يا جماعه بيبقى فيه نسبه دهون، فانا عايزاه ينزل كل دهونه وكل ميته، واشوحه تشويحه حلوه. في الحله التانية بتاعه الصلصه هبدا انزل كده شويه زيت، وعليهم شويه من البصل المفروم، اقلبهم تقليبه كده لحد ما يوصل معايا للون ده. هبدا انزل عليهم بالخلطه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي عباره عن الثوم والقرن الفلفل السبايسي. ولو مش حابة حار ممكن تحط عادي، مفيش اي مشكلة. هقلبهم تقليبة حلوة كده مع بعض. بعد كده هضيف عليهم معلقتين الصلصة بتوعي. انا عندي صلصة مجمدة، ممكن لو بتحبي الصلصة بتاعت المحلات او المصانع ممكن تضيفي معلقتين كبار. تمام. بعد ما قلبت الصلصة كده على البصلة بتاعتي الحلوة بالريحة التوم الجميلة المفحفحة ديت، هبدأ انزل عليها بشوية بهارات عندي، شوية سكر صغيرين عشان حموضة الطماطم، شوية ملح، شوية فلفل، شوية بابريكا عشان يظبطوا معايا لون الصلصة بتاعتي يخليها تمام. بعد كده هقلبهم تقليبة مع بعض حلوة جدا. وبعد كده هبدأ انزل عليهم بعصير الطماطم بتاعي كده، ويبقى معايا احلى صلصة طماطم للطاجن بتاعي. نرجع للسجق بتاعنا، بعد ما شوحته كده هنزل عليه بشوية من البصل وشوية من الفلفل. وانا كمان في التوقيت دوت قطعت طماطمايه واحدة كده نزلتها عليه. هقلب كله كده مع بعض، وهنزل عليه بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل وبهارات لحمة. هقلبهم تقليبة حلوة كده، وانا كمان زودت فص تومة كمان عشان يديني ريحة حلوة قوي للسجق بتاعي. هقلبه كده مع بعض تقليبة تمام. هبدأ أوطي عليه وأسيبه يغلي كده، وبعد كده عندي شوية خضرة مفرومين هضيفه عليه في الآخر خالص، وده اختياري. هوطي عليه، وده شكل يا جماعة الصلصة بتاعتي بعد ما غلت غلوتين. مش عايزاها تغلي كتير، غلوتين بس يبقى كده تمام، جاهزة معايا. كده معايا السجق بتاعي جهز. بعد ما طفيت عليه كان عندي كده شوية خضرة، رحت حطيتهم فوق الوش كده يقوم لي الطعم بتاعه كمان بالمنظر ده، ما شاء الله اللهم بارك. ريحة وطعم تحفة جدا جدا. الحشوات يا جماعة ترجع لكم، ممكن تعملوا نفس الطريقة ديت بس تغيروا الحشوة، تعملوها فراخ، تعملوها لحمة، تعملوها لحمة مفرومة، اي حاجة تناسبكم تعملوها. الصلصة بتاعتنا حبايبي هنبدأ ننزل عليه المكرونة نية. ايوه المكرونة نية يا جماعة. يعني اكبر المطاعم بيعملوا الطواجن بتاعتهم بنفس الطريقة ديت، وبالمكرونه تكون نيه كده، ما بيسلقوش مكرونه اصلا. هبدا انزل عليه المكرونه بتاعتي كده على الصلصه بتاعتي الجميله ديت، عشان كده قلت لكم ما تغلوهاش كتير لان هتكمل سواها كلها، وهتطعم المكرونه بتاعتي في الطاجن جوه الفرن. هبدا اقلبهم كده تقليبه حلوه كده مع بعض. وبعد كده هنركب الطاجن بتاعنا التحفه ده. نبدا بعد ما قلبناه تقلبتين كده،
ننزل بالسجق الجميل ده ما شاء الله في الأرضية بتاعتي من تحت. هفرش السجق بتاعي كده تحت كله. زي ما قلت لكم الحشوة دي اختياري، ممكن تغيري في الحشوة مفيش أي مشكلة، بس الطاجن ده المكرونة بيليق معاه السجق جدا جدا والطعم تحفة. بعد ما سويت كده السجق بتاعي تحت، هبدأ أنزل كده حبة حبة بالصوص المكرونة التحفة اللي احنا بتاعتي. عملناه مع بعض ده، هننزل كده كله كمية المكرونة بتاعتي كده. وبرده الصوص بتاعي هحطه في وش الطاجن، لان ما شاء الله المقادير الصوص اللي احنا عملناه مع بعض مقادير مظبوطة، والمكرونة بتاعتي مش مستوية، والصوص هو اللي هيسوي المكرونة بتاعتي كلها كده في الطاجن، هتبقى كده كلها متطعمة مع بعض، هتستوى كده كلها في بعضها وهيبقى الطعم حكاية. جربوه ان شاء الله هيعجبكم بالطريقة ديت. هبدأ كده اكون مسخنة الفرن وانا شغالة على درجة حرارة عالية، وابدأ اضيف الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية. هيقعد اول نص ساعة هغطيه بورق فويل، هغطيه بورق فويل كده اول نص ساعة، وبعد كده هشيل ورق الفويل ويقعد نص ساعة كمان، يعني اخد معايا حوالي ساعة بالظبط. استوت معايا وكان طاجن حكاية، وهنشوفه مع بعض. وده حبايبي بسم الله ما شاء الله شكل الطاجن بتاعنا. عايزة اقول لكم اللي طاجن خطير بمعنى الكلمة، ريحته بجد تحفة جدا جدا جدا، شكل تحفة. حاجة كده طعمها في منتهى الجمال. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. زي ما قلت لكم الحشوة اختياري، ممكن تغيروها، بس السجق بيليق جدا مع المكرونة تحفة جدا. عايزة تعمليه باللحمة العصاج، عايزة تعمليه بشاورمة الفراخ، هيبقى تحفة. بصوا بسم الله ما شاء الله المكرونة مستوية معايا ازاي. ما تقلقيش جدا من المكرونة نية، المطاعم كلها بره بتعمل كده، وده سر المطعم، وده سر الطبخ عندي من مطبخ ميرو. بسم الله ما شاء الله طاجن حكاية. نيجوا كده نقلبه مع بعض ونشوف شكل الطاجن بتاعنا. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر. شوفوا شوفوا الجمال والحلاوة. عايزة أقول لكم يا جماعة ريحته بأمانة تحفة تحفة بجد. أتمنى إن شاء الله كلكم تجربوه، وهتقولوا لي في الكومنتات وتدعوا لي كده وتقولوا لي كلمة طيبة، ويا ريت تدعوا لي كده، محتاجة دعوتكم جدا. ان شاء الله ان شاء الله الفترة الجاية كده اعمل لكم حاجات احسن واحسن. اللي لسه ما اشتركش في القناة من فضلكم تشتركوا في قناتي، وتعملوا لي اللايك الحلو بتاعكم والشير والسبسكرايب، عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. وانصحكم تجربوا الطاجن الحكاية ده بالصوص التحفة ده، هيعجبكم جدا جدا، وهتكتبوا لي في كومنتات وتدعوا لي كمان ان شاء الله. وهسيب لكم المقادير في اخر الفيديو. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.